السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في شيوة جديدة، نتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا هذا الديسير اللي كيتكون من جوج ديال الطبقات، اقتصادي سهل وسريع التحضير وكيجي لذيذ. نتمنى اخواتي ينال الاعجاب ديالكم وتوجدوه حيت فعلا راه رائع. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المكونات والطريقة. غادي نحتاجو كمكونات، عندي هنايا 3 ديال المعالق كبار ديال السكر، سكر سنيده، 3 ديال المعالق ديال دقيق الفورص. غنحتاجو المعلقه كبيره ديال الزبده، وغنحتاجو نص لتر ديال الحليب. كيف ما لاحظتوا معايا مكوناته بسيطه واقتصاديه، ما غنحتاجوش النشا، ما نحتاجوش الكريم باتيسير، وما غنحتاجوش الفلو. مكونات اقتصاديه. خديت هنا الاناء، درت فيه هذيك 3 المعالق ديال الدقيق، غادي نضيف عليهم الحليب بشويه بشويه وانا كنخلط حتى كينسجموا ليا المكونات مع بعضياتهم. نبقاو نضيفوا في الدقيق غير بشويه بشويه باش ما كيبقاوش عندنا هذوك التكتلات اولا الحبيبات ديال الدقيق. نضيف الدقيق بشويه بشويه وانا كنخلط حتى كينسجم ليا مزيان. صافي، راني ضفت الكميه ديال الدقيق كامله وخلطته مزيان. خديت هنا واحد الكاسرول راني درت فيها دوك 3 المعالق ديال السكر سنيده، والزبده غادي نحتاجوها من بعد. حطيتها هنا فوق البوطه فوق نار مهيله، وغادي نخليو هاد السكر سنيده حتى كيذوب على نار مهيله بلا ما نحركوه. نخليو هكايا، نهزو غير ديك الكاسروله مره مره وكنبقاو هكايا كنحركوها حتى كيذوب لينا السكر. صافي، كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما كيذوب هنا يمكن لينا نخلطوه. كنخلطوه بواحد المعلقه وحتى كيذوب مزيان، ونضيفوا عليه هاد المعلقه ديال الزبده باش كنحصلوا على الكراميل. صافي، نخلطو مزيان حتى كتذوب لينا الزبده، كتنسجم لينا مع الكراميل. وفي هذه المرحله هذه كنضيفوا هذاك الحليب اللي خلطناه مع 3 المعالق ديال الدقيق. في هذه المرحله هذه ما تخلعوش منه، واخا يبان لكم هكايا هذاك السكر راه كيتجمع مع البروده ديال الحليب، ماشي مشكل، تبقاو تستمروا هكايا في التحريك راه كيرجع يذوب. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا راه داب. صافي، وغنبقاو هكا مستمرين في التحريك بشويه بشويه حتى كيذوب لينا تماما هذاك الكراميل. ومن بعد راه كتبدا هكايا هاد الكريمه هذه كتبدا تقال. كيف ما كتلاحظوا راه بدات كتقال. نستمروا في التحريك، ما توقفوش نهائيا على التحريك حتى كتقال. خديت الكريمه ديالي فرغتها هنايا في جوج ديال الزليفات، قسمتها على جوج، وغادي نضيف هنايا الاضافه اللي غادي نضيف باش نحصلوا على جوج ديال النكهات. من الاحسن ما كتاخذوش هذاك الكريمه اللي كتبقى لتحت، كتكون لاصقه باش ما يكونوش عندكم تكتلات في الكريمه ديالكم. من الاحسن تستغناو عليها. ضفت هنايا 5 ديال القطع ديال الشوكولاته البيضاء في الزلافه الاولى، وخمس قطع من الشوكولا السوداء في الزلافه الثانيه. هاد الشوكولات هذا كيبقى اختياري، يمكن لكم تستغناو عليه وتخليو الكريمه غير هكاك بالمذاق ديال الكراميل، حتى هي راه كتجي لذيذه بزاف. صافي، كنخلطو مزيان حتى كيذوب لينا الشوكولات. خديت هنا الكؤوس ديالي غادي نفرغ فيهم الطبقه الاولى ديال الكريم كراميل بالشوكولات البيض. بالنسبه للكؤوس كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، ديروا كؤوس اللي هما يا صغار او لا كبار على حسب الرغبه ديالكم. انا درت هنا الكؤوس شويه كبار، حصلت على 4 ديال الكؤوس. كنديروا الطبقه الاولى من الكريم كراميل بالشوكولاته البيض، وضفت عليهم مباشره، ما كنتسناوش حتى كتجمد لينا ديك الطبقه الاولى. مباشره ضفت عليهم الطبقه الثانيه ديال الكريمه اللي الشوكولا السوداء. صافي، ودابا غنتسنى حتى تنزل الحراره ديالهم، ندخلهم للثلاجه. كيكون هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم. خليتهم حتى دازت عليهم مده ديال ساعه حتى كتماسك لينا الكريمه ديالنا، تماسك لينا الديسير. كيجي بهذا الشكل، راه كيجي عاقد، كيجيو الطبقات ديالو زوينين، كيجي لذيذ بزاف. مكونات بسيطه واقتصاديه كيف ما لاحظتوا معايا، مكونات متوفره في كل بيت. والشكلاط كيف ما قلت لكم راه يمكن لكم تستغناو عليه وتخليوها غير بلون واحد بالذوق ديال الكراميل حتى هي راه كتجي لذيذه. تيكون هذا هو القوام ديالها، لاحظوا معايا راه كتجي متماسكه ولذيذه على شكل ديال دانيت الشوكولا والدانيت ديال الكراميل بجوج ديال النكهات. نتمنىها اخواتي تنال اعجابكم وتوجدوها. ما تنساوش تدعموا الفيديو بلايك، ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه اشتركوا وفعلوا الاشتراك بالضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد. والى اللقاء في القريب ان شاء الله.